برحب بيكم. الوصفة المرة دي ناس كتير طلبتها مني، هي طبق مطاعم مفيش خلاف عليه، الستيك المشوي بصوص المشروم. طبعا هو معروف باسم الصوص البني، وممكن نزود معاه الفلفل الاسود ويبقى بميكس ظريف ما بين البلاك بيبر صوص والمشروم صوص، ده هيرجع لذوقك. وهقدمه مع البطاطس البوريه والخضار السوتيه، طبق غني وخفيف في نفس الوقت. طبعا هحتاج للوصفة دي اللحمة تكون قطعية ستيك، انا استخدمت المرة دي الانتركوت، دي قطعية لحمة سريعة السوا جدا، والسمك هنا معقول، يعني مش هحتاج تكنيك مختلف في السوا، لانها هتستوي مرة واحدة في الطاسة او على الجريل من غير ما نحتاج ان احنا ندخلها الفرن. نلاحظ هنا الدهون اللي حوالين قطعة الستيك والدهون اللي جوه الانسجة زي الماربل كده، دي اللي مع الشاوي بتدينا طعم للحمة. دلوقتي هنحضر مع بعض تتبيلة مميزة للستيك، بصراحة أحلى لحمة مشوية اللي بتاخد حقها في التتبيل، وسيبك بقى من أي كلام تاني. موضوع الملح والفلفل الأسود ده مسألة أذواق، يعني الفكرة هنا إن احنا بنزود فليفر مختلفة لقطعة الستيك، وفي نفس الوقت مش هنزود قوي عشان ما نضيعش طعم اللحمة المميز الغني، وخصوصا مع قطع عالية زي الانتركوت. عندي هنا بابريكا، فلفل اسود، بصل باودر، توم باودر، زعتر فريش، وروزماري فريش، وزيت الزيتون طبعا، وبس كده. هنقل دلوقتي قطع الستيك مع التتبيلة، وهبتدي اعمل مساج لكل قطعة بحيث تتشرب من التتبيلة. وطبعا ضروري ان تكون قطع اللحمة دي في درجة حرارة الغرفة، يعني لو طالع من التلاجة هسيبه حوالي نص ساعة برا التلاجة قبل ما نسويه. عندي هنا بروكلي، كوسة، جزر. انا هنا بس بحاول اشيل الجزء الصلب اللي موجود على السيقان بتاعة البروكلي، لانها بتبقى صعبة في السوا، وكمان حتى لما بتستوي بتشد معاكي. هشيل هنا حاجات بسيطة كمان من الكوسة، يعني اي مشاكل كده في الطبقة الخارجية، وبرضو هعمل كده للجزر. هقطع الخضار دلوقتي، يفضل يكون بالسم كده، مش عريض قوي ولا رفيع قوي علشان ما يتهريش اثناء السلق. انا هنا مجهزة مية مغلية مع رشة ملح، رشة فلفل اسود، كفاية 4 دقايق ويبقى كده تمام قوي. طبعا هصفي الخضار ونغطيه ونسيبه على جنب. في الوقت ده انا حضرت البطاطس، قشرتها وسلقتها بالشكل ده، لكن لازم اغرز الشوكة واشوف انها استوت ولا لا. كده تمام، هصفيها واحتفظ بجزء من مية السلق معاها، وده هيساعدني ان انا اهرس البطاطس كويس، وخصوصا لو انتي حباها يكون قوامها طري وكريمي. هضيف هنا عليها معلقتين طعم الزبدة لينة، وهبتدي اقلب واهرس البطاطس مع الزبدة في نفس الوقت. سخنت انا لبن وهضيفه بالتدريج، نص كوباية لبن كفاية. هرجع ارفع بوريه البطاطس مرة تانية على نار هادية واكمل هرس وتقليب لغاية ما تبقى كريمي خالص. هنقلها في بولة، شكلها لذيذ قوي بصراحة، بتبقى جنب الستيك حاجة روعة، سايد ديش هايل. رشة ملح، رشة من الفلفل الابيض علشان اللون ما يغمقش، مع رشة من الزعتر الفريش، وكده تمام قوي. دلوقتي هنسوي الستيك، انا طبعا خليته للاخر علشان يبقى سخن عند التقديم. دلوقتي الطاسة سخنة جدا، هضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون، هوزعها كويس، وهبتدي اضيف قطع الستيك، مش هزود عن 3 قطع، وده حسب حجم الطاسة. ضروري نشف الستيك من اي سوائل من التتبيلة قبل التسوية، وزي ما قلت بيكون في درجة حرارة الغرفة، مش طالع على طول من التلاجة. وطبعا مش هنقلب الستيك قبل ما يعمل طبقة الكراست دي. في الوقت ده هبتدي اضيف حوالي 4 معالق زبدة حوالين الستيك بالشكل ده، مع كام فص توم، يعني انا بشقه بس كده وبنزل بيه، باخد الفليفر. هضيف هنا كمان من الزعتر الفريش والروزماري، اكليل الجبل، يعني ما شاء الله ريحة جبارة، طبق مطاعم فعلا. يعني مفيش مشكلة انك تعملي حاجة زي كده كل فترة في البيت وتدلعي اسرتك. هرفع الستيك هنا، مش هبالغ في التسوية، هياخد حوالي 5 دقايق. وطبعا التسوية هنا ويل دان، طبعا لو حابة تقدميه ميديم او ميديم رير دي حاجة ترجعلك، لكن احنا هنا كشعوب عربية بنحب الحاجة مستوية كويس. هرفع هنا الستيك وهغطيه بورق فويل عشان احافظ على العصارة اللي جواه قبل التقديم. اشيل هنا بقايا التوم والاعشاب على جنب، وهنا طبعا مش هرمي الكلام ده كله اللي نزل من الستيك. انا هنا هعمل معاكم صوص المشروم او الصوص البني اللذيذ اللي اتكلمنا عليه في الاول، ده بيتقدم مع الطبق في المطاعم اللي هو الجريفي صوص، يعني هو ليه اكتر من اسم. لو زودنا بقى فيه الفلفل الاسود هيبقى البلاك بيبر صوص.
وده هيرجع لذوقك. لعمل الصوص هنزل هنا ببصلة متوسطة قطع، وهقلب البصل وألم بيه كل بقايا الشوي اللي في الطاسة. وأول ما تصفر البصلة كده هنزل هنا بنص كوباية من شرايح المشروم، وهحمر المشروم هو كمان. وأول ما هوصل للون ده هلمه كده على جنب. هعمل كده سبيس، وهضيف هنا معلقتين طعام دقيق، وهقلب الدقيق مع الزبدة بحيث ان هو يدوب كويس. وبرجع البصل والمشروم تاني واقلب الكلام ده كله مع بعض. انا محضره هنا كوبايتين شوربه لحمه او فراخ هنزل بيهم بس مش كلهم. هضيف هنا توابل اللحمه مع معلقه صغيره من الديمي جلاس البودر، واخيرا الصويا صوص لايت، وده هيظبط لي لون الصوص اللي انا بعمله، هيخليه اللون البني اللذيذ ده اللي احنا اتكلمنا عنه. طبعا لو عندك الويسترشاير صوص ده بيبقى افضل، لكن انا هنا مش عندي، بس احنا بنتصرف في الوقت ده. ممكن نحط كريم طبخ او لبن برضو اللي متوفر عندك. ممكن نتحكم في السمك الصوص باننا نسيبه على النار، وكل ما قعد هيتقل تاني. زي ما قلت يعني ممكن نزود فلفل اسود ويبقى مزيج ما بين الصوص مشروم والبلاك بيبر صوص، وكده هو جاهز تمام. هنا هكمل تسوية بقية قطع الستيك على الجريل. انا اضطريت طبعا ان انا اسوي كام قطعة في الطاسة المسطحة دي علشان اقدر اعمل معاكم الجريفي صوص بتاع الستيك. طبعا ممكن نشوي معاه اي خضار متوفر عندك، بجد الموضوع لذيذ لان اكل المطاعم للبيت. بكرر بلاش نقلب الستيك قبل ما يعمل طبقة الشوي اللي هي الكراست اللي قلنا عليها. طبعا في انواع تانية من قطع الستيك بيبقى السمك اعرض واكبر، ودي بتحتاج انها تدخل الفرن بعد الجريل تكمل سوا، لكن احنا مش محتاجين الكلام ده المرة دي بسبب ان القطعة سمكها معقول. وزي ما قلت برضو نغطي الستيك بالورق الفويل لغاية ميعاد التقديم علشان يرتاح والعصارة تتوزع جواه بشكل صح. بجهز هنا الطبق بتاعنا، حاجة كده عظمة، لذيذ وصحي وفخم في نفس الوقت. الخضار سوتيه مع البطاطس البوريه، وصوص المشروم مع قطع الستيك. بصراحة مهما تكلفتي في البيت هو أرخص وأضمن بكتير من أي مطعم برا البيت. تابعوني وصفات تانية كتير إن شاء الله تحوز على إعجابكم على قناة اليوتيوب والفيسبوك المطبخ مع غادة، وعلى حساب التيك توك والإنستجرام غادة دوت كيتشن 5G، وعلى تويتر غادة _kitchen 5G. دمتم طيبين.